فلا يجوز شرعا أن يذكر الحكام أو ولاة الأمر على رؤوس المنابر ولا تشهير بعيوبهم، كما لا يجوز من جهة أخرى ذكرهم في مواضع الوعظ أو في المحافل ولمزهم والطعن فيهم، لأن هذا كله يجر إلى مفاسد عظيمة تتمثل هذه المفاسد في تأليف العامة وفي إثارة الرعاة وفي أيضا إشعال الفتنة، وتوجب أيضا فرقة الإخوان. وهذه المفاسد يأباها الشرع، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، كما هو معروف أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت المقاصد سلبية وسيئة ولا تنجب إلا شرا، الواجب لقاء للشر، ووسيلته يجب أيضا أن لا تكون صحيحة، وسيلته تكون باطلة. فالواجب على الدعاة أو من كانوا على يرتقون فوق المنابر أو يرشدون الناس ألا يتخذوا هذا الطريق، بل واجب عليهم أن يحددوا أو أن يجمعوا كما أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله بعضهم فسره بالجماعة، أن يحددوا ويوجبوا التقارب بين الراعي والرعية، وأن لا يكون هناك طرق للتشهير بهم لإثارة مثل هذه الفتن التي كما ذكرت شرع. الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بحبله المتين، كما تذكر الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. النصيحة نصيحة تجب، ولكن بالضوابط الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم. وشرط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أولا عارفا بما يأمر وما ينهى، ويعرف الزمان الذي يأمر فيه وينهى عنه، والمكان، ومدى الاستعداد والقابلية لسماع بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون برفق، أن يكون برفق وسرا، وأن يصبر، لأن الناصح والآمر بالمعروف قد يجد
من الغير انتعادا أو معاكسة أو ما إلى ذلك، فعليه أن يصبر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المهم أن التشهير في ولاة الأمر لا يجوز لا على المناظر ولا على غيرها، وهذا ما أرشدت إليه السنة وشهدت بها الآثار السلفية في ذلك. وكتب السنة تفصح عن ذلك وتبين ما قد ذكرنا، سواء في كتب السنة وكتب العلماء الآخرين. الحاصل أنه مثل هذا الفعل غير صحيح شرعا.